بيبدأ الفيلم بزوجين من عنصر النار واللي هربوا من بيتهم ورايحين لمدينة العناصر علشان يبدأوا حياة جديدة هناك. ولما بيدخلوا لضابط القبول بيكون عنده صعوبة في نطق اسمهم، علشان كده بيقرر إن اسمهم هيكون بيرني وسندر، وبيوافق على دخولهم للمدينة. وبيدخلوا المدينة وبيتفاجئوا بكل حاجة حواليهم، وبيكون العنصر المسيطر على المدينة هو المية. وبعدها وصلوا لمنطقة جاردن ديستريكت وبيروحوا لأصحاب العقارات علشان يدوروا على شقة. لكن أصحاب العقارات كانوا أول ما بيشوفوهم بيرفضوا على طول علشان خايفين لا يحرقوا المكان كله. وبعد ما دوروا طول اليوم وكانوا تعبانين جدا، بيرني بياخد زوجته لبيت مهجور وبيقول لها إنه هيبقى بيتهم الجديد، وبعدين بيعيشوا فيه. وسندر بتولد بنت صغيرة وبتسميها أمبر. وبيرني كان شغال بكل جهده علشان يصلح المكان ويخليه مكان آمن لعيلته، ومع بعض قدروا إنهم يبنوا متجر من الصفر وبيسموه متجر النار. وبيرني بيوضح لإمبر إنها هتدير المكان بمجرد ما تكون جاهزة. وفي النهاية بنشوف عناصر نار تانيين بيدخلوا للمتجر، وبعدها بقى معروف للناس كلها، وبيكون هو المتجر الوحيد اللي في المدينة للنار. وإمبر بتكافح علشان تسيطر على غضبها وبالذات مع الزباين الصعبين، وبتفجر المتجر في كل مرة. لكنها أخيرا بتقدر تسيطر على غضبها عن طريق إنها بتوصل الطلبات بدل والدها. وبيكون خلاص الوقت جه، وبيكون بيرني هيسلم إمبر إدارة المتجر بنفسها في التخفيضات السنوية. وإمبر بتحضنه وبتطمنه إنها مش هتخذله أبدا. وتاني يوم إمبر بتصحى بدري وبتجهز المتجر، وكل حاجة كانت ماشية تمام في البداية. لكن لما بيكون في زحمة إمبر بتحاول تحافظ على هدوءها لأنها كانت على وشك الانفجار، فبتنزل للدور السفلي وبتنفجر هناك. وساعتها الأنابيب بتبتدي تتهز وبتنفجر فيها وبتنزل عليها مية. فإمبر بتسد الفتحة لكن بتكتشف إن القبو بتاعهم اتغرق مية. وفجأة بتشوف واحد من عنصر المية بيظهر من تحت وبيكون اسمه ويد، وبينهار من العياط لما بيشوف صورة عيلة أمبر. وويد بعدها بيوضح إنه كان بيدور على التسريب من الجانب التاني من النهر، وفجأة لقى نفسه بيتسحب ولقى نفسه في القبو بتاعهم. وبيقول إنه محتاج يكتب لهم تذكرة علشان يثبت لهم إنه مفتش المدينة وإنهم ممكن يحتاجوا يقفلوا المكان كله. فأمبر بتهجم عليه علشان تحرق الملاحظات بتاعته، لكنه بيفلت منها وبيطلع من القبو على الشارع. وأمبر بتجري وراه قبل ما يوصل لمجلس المدينة، لكنها بتفشل إنها تلحقه والباب بيتقفل. بعدها بتتكلم مع نفسها وبتقول إنها قلقانة لو والدها اكتشف إنها كانت السبب في إغلاق المتجر. وويد بيسمعها من ورا الباب وبيزعل عليها، علشان كده بيعرض إنه ياخدها للقاضي علشان تترافع عن قضيتها بنفسها. فويد بيطلب منها تقول لفيرن معالجة القضية بتاعتها، لكن أمبر بتنفجر وهي محرجة لما ويد بدأ يتكلم في الموضوع. وساعتها فيرن ما بيفكرش وبيرسل التذكرة على طول بعد اللي حصل لمكتبه، وبيقول لأمبر تتوقع إن المتجر يتقفل خلال أسبوع. وبعدها رجعت للبيت وشافت إن المتجر مقفول، ووالدها بيحاول يصلح الأنابيب علشان يوقف التسريب. وسندر بتطمنهم إنهم هيعدوا من الأزمة دي زي ما اتعودوا دايما. فإمبر بتسألها عن قصدها بالكلام ده، فسندر بتقول لها إن ده هو السبب اللي خلاهم يمشوا من مدينة النار في الأساس. وبتحكي إن قبل كل حاجة كان الناس عندهم لهب أزرق بيربطهم ببعض في عاداتهم، وكل حاجة كانت ماشية كويس لغاية ما في يوم ظهرت عاصفة كبيرة، وساعتها كل الناس خسروا حاجات كتير. وبيرني ساعتها أدرك إنهم لازم يمشوا من مدينة النار علشان يقدروا يصنعوا حياة أفضل ليهم، وبالأخص لما عرف إن سندر حامل في أمبر. وتاني يوم أمبر بتروح لمجلس المدينة علشان تتكلم مع رئيس ويد، لكن ويد بيقول لها إن رئيسته جال مش موجودة النهاردة لأنها في الملعب بتشجع فريقها المفضل. وبعدها أمبر وويد بيوصلوا الملعب علشان يتكلموا مع جال، وبتحاول تشرح لها اللي حصل، لكن جال بتتعصب وما بتكونش عايزة تناقش الشغل والمباراة شغالة. وبعدين بيحصل ما بينهم جدال، وجال بتصف أمبر بكرة النار. فأمبر بتتريق على اللاعبين لأنهم كانوا سحاب، وويد بيقاطع كلامهم لما فريق جال بيخسر بسبب أداء لودز الضعيف وكل الناس كانت بتنتقده. فويد بيطلع قدام وبيشجع لودز وبيخلي كل الناس تشجعه، وساعتها لودز بيسترجع شجاعته وبيسجل نقطة الفوز. وبعد المباراة جيل بتكون مبسوطة جدا، وعلشان كده بتوافق على اقتراح ويد، وبيكون بيخطط انه هيتتبع مصدر التسريب من بيت أمبر، وبعدها هيكلم طاقم العمل علشان يصلحوا التسريب قبل يوم الجمعة. وعلشان كده بيروحوا لبيت أمبر وبيطلعوا لسطح البيت، وأمبر بتنفجر وبتشغل المنطاد علشان يدوروا على المصدر من فوق المدينة، وبيشوفوا بركة من المية وبيتتبعوا أثرها. وهم في الطريق أمبر بتفتكر ذكرياتها لما كانت في الحديقة المركزية، وبنرجع للماضي أيام ما كانت طفلة ووالدها أخدها علشان تشوف فيفستيريا وهي زهرة نادرة جدا، وكانت متحمسة علشان تشوفها. لكن قبل ما يدخلوا حارس الأمن وقفهم وقال لهم إن ممنوع حد من عناصر النار يدخل علشان ده خطر جدا وهم بيخافوا من الحريق.
وبعد سنين المحطة حصل لها فيضان، وأمبر فقدت فرصتها الوحيدة علشان تشوف الزهرة. وأخيرا بيوصلوا للمصدر وبيلاقوا الأبواب مكسورة، وويد بيقول إن ده ممكن يلتقط الآثار الغير مباشرة من القناة المركزية. وفجأة بنشوف إن لما سفينة بتعدي المنطقة كلها بتتغرق بالمية، وبسرعة بيجروا بعيد عن فيضان المية. لكن لما عرفوا إن المية هتروح لمدينة النار، أمبر نطت بسرعة علشان تتصرف، واستخدموا أكياس الرمل علشان يسدوا الحفرة. وويد بيقول إنها هتستحمل لمدة صغيرة عقبال ما يقنع الطاقم المدينة يصلحوها قبل يوم الجمعة. وبعد ما بيحلوا المشكلة، ويد بيسأل أمبر لو عايزة تروح معاه موعد في المدينة بكرة، فأمبر بتتكسف وبتمشي. وتاني يوم بنشوف إن أمبر راحت الموعد بتاعها، وويد أول ما بيشوفها بيعيط من الفرحة. وبعدها راحوا السينما وتصوروا مع بعض، وبعدها طلعوا لسطح المبنى، وأمبر بتبهر الأطفال بقدراتها. وبعدها بيروحوا، وأمبر بترجع للمتجر، وهناك بتقدر إنها تتحكم في غضبها لما بتفكر في ويد، وبتهدى على طول. وبقوا بيخرجوا مع بعض كل فترة وبيستمتعوا بوقتهم، لغاية ما في يوم أكياس الرملة ما استحملتش والأنابيب انفجرت بالمية في متجر النار. فبيرني وإمبر حاولوا ينقذوا اللهب الأزرق، وساعتها بيظهر عامل التوصيل في المتجر وهو بيوصل زهور لإمبر. وعلى طول شافت إن ويد كان متنكر في المية بتاعة الزهور، وعلى طول بتاخدها وبتنزل تحت. وساعتها ويد بيقول لها إن أكياس الرملة ما استحملتش، ومجلس المدينة متعصب من ويد لأنه آخر مرة حبسهم في أسمنت. وفجأة بيرني بينزل وبيشوف ويد واقف مع بنته، وساعتها ويد بيتوتر وبيقول له إن مفتش الأكل، وعلشان بيرني كان شاكك فيه بيطلعه فوق وبيقدم له جمر لهب. وويد علشان ما يتكشفش قدامه بيضطر ياكله رغم إنه كان بيتألم، وبيقع على الحاجة. بعدين بيعرف إن طعمه حلو لو بس خففه شوية، فده بيعصب بيرني جدا لأنه أخد الموضوع بجد، وويد كان بيهزر. بعدها بيرني بيطرد ويد من المتجر وبيمنعه يدخله تاني. بعدها ويد وأمبر بيتقابلوا عند الشاطئ علشان يعملوا أكياس رملة تانية، وساعتها ويد بيشوف إن لهب أمبر حول الرملة لإزاز. فبتيجي لأمبر فكرة، وهي إنها تقفل الفتحة بالإزاز. ولما بتخلص ويد بيقول لها إنه هيسأل جال إذا كان ده هيستحمل. وفي نفس اليوم بيرني بيقابل أمبر وبيقول لها إنه فخور بيها، فهي بتكون قلقانة جدا على مستقبل المتجر بتاعهم. علشان كده بتروح للمجلس وبتقابل ويد علشان تسمع قرار جال، وبتشوف إن سندر صحيت ومشيت ورا أمبر، وبتشوفها واقفة عند الفندق لكنها ما بتبقاش عارفة هي واقفة مع مين. وويد بيعزم أمبر إنها تطلع معاه علشان تقابل عيلته ويستنوا مكالمة جيل مع بعض. فسندر بتحاول تدخل وراها للفندق لكن الحارس بيمنعها. فأمبر بتقعد مع عيلة ويد وبيحكوا لها إزاي ويد اتحبس في الأسفنجة وهو صغير، وبيشرحوا لها عمل الفن اللي في عيلتهم، وألان من غير قصد بيكسر أبريق. فساعتها أمبر بتاخدها وبتصلحها بسرعة وقدامهم، والكل كان مصدوم من النتيجة. ووالدة ويد بتقول لأمبر إن عندها موهبة. بعدها ويد بيقترح يلعبوا لعبة العياط بعد العشاء، وبيقف قصاد أمبر وبتقوله إن عندها الأفضلية قدامه لأن عمرها ما عيطت. فويد بيحاول يخليها تعيط لكن مفيش فايدة، لغاية ما ويد بيحكي لها عن مشاعره ناحيتها وإزاي هو عاوز يكون قريب منها جدا. فأمبر بتعيط لأنها بتكون عارفة إنهم مش هينفع يكونوا مع بعض بالرغم من مشاعرهم ناحية بعض، لأن العناصر ماشيين بقانون موحد وهو إن العناصر مش هينفع يختلطوا ببعض. بعدين بيجولهم مكالمة من جيل اللي بتكون مبسوطة جدا إنهم استخدموا نزع الإزاز ده علشان يقفلوا الفتحة، وبكده مفيش أي انتهاك على متجر النار. وبعدها والدة ويد بتقول لأمبر إنها تواصلت مع صديقتها في مصنع الزجاج وقالت إنها محتاجة متدربة معاها، لكن أمبر بتمشي وهي متعصبة. وويد بيستغرب عن سبب عصبيتها وبتوضح له إنها حست بالإحباط لما عرفت إنها مش عايزة تدير المتجر. والحاجة الغريبة إنها كبرت وحاولت تدير المتجر رغم إنها كانت بتدعي للشعلة الزرقاء، لكن بعدها أدركت إن مش مهم اللي هي عايزاه، لكن التضحية بأحلامها هي الطريقة الوحيدة علشان تسدد تضحيات أهلها. وساعتها سندر بتنزل وبتتفاجئ إن بنتها بتقابل راجل المية، لكن أمبر بتحاول تقنعها إن ويد مجرد صديق مش أكتر. لكن سندر بتصمم إنها بتشم ريحة الحب من ناحيتهم، وساعتها بتسحبهم للبيت علشان تقرأ التوافق بتاعهم. لكن ويد ما بيقدرش إن يولع الماسة بنفسه، فعلشان كده بيقف قدام أمبر وبينور شبه العدسة المكبرة وبيشغل الماسة، وساعتها الدخان والبخار بيرتفع وبيتداخلوا في بعض، وده بيعرفهم إنهم متوافقين جدا لبعض. وسندر بتكون على وشك تقول لهم النتيجة، لكن بيرني بيوصل وساعتها ويد بيهرب من المكان بسرعة، وأمبر بتقفل الباب على ويد. وبيرني بيقول لهم إنه كان المفروض يقول لهم بكرة لكن هو متحمس جدا فهيقول لهم دلوقتي، وبيعلن إنه هيتقاعد بعد يومين وهيخلي أمبر تدير المتجر، وبيوريهم يافطة المحل الجديدة اللي بتقول متجر نار أمبر. وبيقول لهم إنه لما مشي هو وسندر من مدينة النار
ادى لوالده القوس الكبير، وبيكون عبارة عن درجة عالية من الاحترام اللي ممكن الشخص يديها لحد. لكن للأسف والده ما رجعلهوش الاحترام لأنه ما وافقش عليه وكان ضد قراره. لكن بيرن بيقول إنه بالرغم إن خسر عيلته إلا إنه لسه متأكد إنه عمل الاختيار الصح، وهيعلنوا عن اليافطة الجديدة في الافتتاح الكبير، وساعتها هيعلن عن تقاعده. وبعدها أمبر بتقعد زعلانة بعد ما سمعت اللي أهلها عانوه علشان يوصلوا هنا ويحققوا كل ده، فما كانتش عايزة تأذي مشاعرهم. علشان كده تاني يوم بتزور ويد وبتقطع علاقتها معاه، فويد بيستأذنها لو ينفع يوريها حاجة. فبعدها بيوصلوا للحديقة المركزية وجيل بتكون مستنياهم هناك، وساعتها ويد بيعرض انه هيمنح لأمبر الفرصة انه يوريها الزهرة بمساعدة جيل، وبيعملوا لها فقاعة تدخل فيها علشان تشوف الزهرة من قريب. وفعلا بتدخل وبيعدوا عند الشجرة، وساعتها أمبر بتشوف الزهور وهي بتفتح وبتحس بسعادة كبيرة. لكن الفقاعة بتكون خلاص قربت تخلص هوا، فبيجروا بسرعة للمخرج علشان يخرجوا. وبعد المغامرة اللي عملوها دي أمبر بتكون فرحانة جدا، فويد بيقترح انهم يلمسوا بعض. لكن أمبر بتخاف من اللي ممكن يحصل لهم لو ده حصل، لكن ويد بيقول لها انه يستحق المخاطرة. وبعدها أمبر بتمسك ايده، ولما بيشوفوا ان مفيش حاجة حصلت بيمسكوا ايد بعض وبيرقصوا سوا تحت ضوء القمر. وفجأة أمبر بتشوف لقطات لوالدها، فبتكون عايزة تجري وبتقول إنها محتاجة ترجع لحياتها وللمتجر والمكان اللي هي بتنتمي ليه. فويد بيحاول يقول لها إنها تتكلم مع والدها بالعقل عن اللي هي عايزاه ولازم تسعى ورا أحلامها. فأمبر بتتعصب وبتقول له ما يحكمش عليها لأنه مش حاسس يعني إيه يكون عنده أهل ضحوا بكل حاجة علشانه، وبتجري للبيت. وتاني يوم عناصر النار كلهم متجمعين قدام المتجر علشان يشهدوا الافتتاح الكبير، وبيرني بيطلع وبيقف على المنصة وبيعلن عن تقاعده وبيدي أمبر اللهب الأزرق، ودي بتكون علامة إنه بيسلم لها إدارة المتجر. لكن فجأة بيوصل ويد وبيبوظ الاحتفال وبيشرح إن في أسباب كتيرة لعدم نجاح الموضوع، لكن بيكون في سبب كبير جدا وهو إنهم عرفوا يلمسوا بعض من غير ما تحصل لهم حاجة. وبيعلن عن حبه لأمبر قدام كل الناس. فساعتها أمبر بتغضب وبتصمم إنها ما بتحبهوش وطلبت منه يمشي وبتطرده. وبعد اللي حصل بيرني بيقول لها إنها فقدت ثقته فيها وبيلغي تقاعده. وبعدها أمبر بتهرب للمدينة وبتفكر وبتحاول تنسى مشاعرها ناحية ويد، لكنها ما بتقدرش تنساها. لكن فجأة بتشوف انهيار الزجاج والمية بتنفجر ناحية مدينة النار، وساعتها بتجري بسرعة ناحية البيت علشان تنقذ أهلها. وبنروح لويد وبيكون على وشك انه يركب طيارة علشان يقدر ينسى أمبر هو كمان، لكنه بيلاحظ ان في حاجة غلط بتحصل في مدينة النار. وبنشوف أمبر وهي بتحذر الناس وأهلها من الفيضان اللي جاي، وطلعت لهم في أمان في الوقت المناسب. وعلى طول بتنط على المتجر وبتدخل علشان تنقذ اللهب الأزرق، والباب كان على وشك انه ينهار، لكن ويد وصل وبيساعدها. وأمبر بتحاول انها تنقذ اللهب الأزرق من خلال انها تحوطه بالإزاز، لكنها بتفشل والمية بتقدر تدخل برضه. فويد بيقدر انه يحوط اللهب الأزرق، وساعتها بيتحاصروا في البيت وأمبر بتلحم الباب. وبعدها بيتشعلقوا علشان يطلعوا من السقف، لكن السقف انهار فأمبر بتستخدم اللهب علشان تحطم الجدار. لكن ويد بيوقفها وبيقول لها ان ممكن المية تدخل وتأذيها، فأمبر بتنهار وما بتكونش عارفة تعمل ايه. لكن ويد بيطمنها وبيقول لها انه مش ندمان، وأمبر بتكون خايفة لا تخسره للأبد وبتعترف له انها بتحبه، والاتنين بيحضنوا بعض. وفجأة الدخان والبخار بيغطوا المكان، وبعدين بيرني والناس لقوا طريقة يدخلوا الأمبر وبتقول لهم ان ويد مات. واخيرا بتكون عندها الشجاعه علشان تقول لوالدها انها مش عايزه تدير المتجر. فبيرني بيقول لها ان المتجر ما كانش هو الحلم لكن هي الحلم بالنسبه لهم، وبيحضنوها. وفجاه بيسمعوا ويد وهو بيعيط، وساعتها امبر بتعرف ان ويد لسه عايش وبتحاول تخليه يعيط علشان يقدر يرجع للحاله السائله مره تانية. وساعتها ويد بينجح انه يرجع لجسمه من جديد، وامبر بتجري عليه وبيمسكوا بعض. بعدها بفتره مدينه النار بتكون اتصلحت من التلف اللي حصل لها، والمتجر اتفتح من جديد، والمرة دي بيرحب بكل العناصر. وجيل بتقابل فيرن اللي بتعرف انه بيشجع نفس الفريق بتاعها وبتعجب بيه. وبيرني وسندر جابوا زوجين عاديين علشان يديروا المتجر بدلهم، وهم بيستمتعوا بالتقاعد بتاعهم. وبعدها بنشوف والدة ويد وأهل أمبر وهم بيودعوهم علشان رايحين فترة تدريب في شركة الزجاج. وقبل ما أمبر تركب السفينة بتقدم لوالدها الاحترام الكبير واللي بيرده لها، وبعدها بتستعد إنها تركب مع ويد للسفينة وبتجهز لمغامرة جديدة. ودي نهاية الفيلم، وشكرا للمشاهدة.